خلينا الاول نجاوب هي ليه مقبره توت عنخ امون مشهوره. بص، وادي الملوك اتحط فيه ملوك عظام جدا، لكن الاماكن بتاعتهم نظرا لعظمتهم محطوطين في المين، في المكان الرئيسي. توت عنخ امون مقبرته كانت مركونه في جنب نظرا لانه مات صغير ملوش نمو. كل المقابر دي تم اكتشافها ونبشها. موميا زي موميا الملك تحتمس الثالث لقوها في خبيئه الدير البحري متقطعه عشان ياخدوا الحلي اللي كان لابسها. تمام؟ الملك توت عنخ امون مقبرته هي الوحيده اللي اتلاقت زي ما صاحبها كامله عظمه. هي المكان الرئيسي اللي بيجذب الانتباه في وادي الملوك. فاذا اكتشافها كان صدفه، فانك تشيل موميا الملك توت عنخ امون تشيل لروح الزيارات بطبيعه الحال هتضطر ان هي تقل. تمام؟ فتكريما وتقديرا لملك زي توت عنخ امون ما شالوش الموميا بتاعته، سابوها نايم بسلام هناك. هتزوروا دلوقتي، هتزوروا بعد 100 سنه، هتزوروا بعد 1000 سنه ان شاء الله، تبقى هناك نايم في مقبرته بهدوء، ملوش دعوه باللي بيحصل بره. شخص شهرته كلها جت بسبب مقبرته. شخص ما كانش له حظ في الدنيا، ميت مقتول، التقارير بتقول كده. بس حظه جه بعد ما مات، انه بقى اشهر ملك مصري على مدار التاريخ.